لو بتتعلم فلاتر او لسه مبتدئ في فلاتر فانت اكيد بتواجهك مشاكل بتخليك ما بتعرفش ترن الكود بشكل كويس او بيحصل مشاكل معاك وانت بترن الكود. فتعال انا اقول لك ايه المشاكل اللي ممكن تواجهك وازاي تحلها. ناس كتير بتبدا فلاتر وبتكتب كود بس ما بتعرفش ازاي تنظم الاكواد بتاعتها وازاي تمانج الستيت بتاعت الابلكيشن بتاعها، فبالتالي هتلاقي البرفورمانس والتطبيق بتاعك مش بيعمل بشكل كويس وهتلاقيه بطيء معاك. وكذلك عدم استخدام الستيت مانجمنت كويس. فانت معاك ستيت مانجمنت زي البلوك زي البروفايدر زي الريفر بود، فانت ممكن تستخدم ستيت مانجمنت من دي وقلل جدا استخدام السيت ستيت. استخدام ويدجت جوه ويدجت في التطبيق بيقلل من البرفورمانس بتاعت استخدام التطبيق، فبالتالي هتحس بان في لاج او في بطء في التطبيق بتاعك. وحاول دايما تستخدم كونست ويدجت لما الويدجت بتاعك يكون ثابت ما بيتغيرش. وكذلك استخدام الليست فيو، حاول تستخدمها دايما بليست فيو دوت بيلدر، ما تستخدمش الليست فيو بس لوحدها. وطبعا في ناس كتير بتنسى تستخدم الايرور هاندلنج، فلازم تستخدم التراي والكاتش عشان الابلكيشن ما يعملش كراش واليوزر بيستخدمه. عندنا 4 حاجات مهمين لازم نستخدمهم عشان نحسن من برفورمانس الموبايل ابلكيشن بتاعك. اول حاجه وانت بتبدا تبني المشروع بتشوف ايه افضل ستيت مانجمنت تقدر تستخدمها للبروجكت بتاعك. الحاجه الثانيه تستخدم كونست مع الويدجت الثابته عشان تحسن البرفورمانس بتاعتك. الثالثه حاول تستخدم التراي والكاتش عشان تمانج الايرور هاندلنج بتاعتك. الرابعه حسن استهلاك الموارد بتاعتك باستخدام الليست فيو دوت بيلدر والنتوركينج كاشد ام. لو عايز تعرف اكتر عن مجال الموبايل ابلكيشن اعمل لنا فولو.